يعني ما يقول لك بقى مش عارفه الشفاط ايه او كوب ايه ويخش في منطقه المهبل فيخش مضغوط وبعدين يتفرق جوه فيتعبى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا الفيديو بتاعنا حلو جدا 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 جدا. مش ناسيه اهو العرايس اهو مشالك حته حته اهو عشان ما تقوليش دينا ايه راكنانه يا دينا مش راكنانه يا دينا. لا انا عايزه اقول لك النهارده الفيديو بتاعنا حاجات لو جبتيها في جهازك وكترتي منها مش هتندمي عليها. تمام؟ اكتبي بقى معايا ورقه وقلم كده. الفتره اللي جايه هنعمل لك كده فترات حاجات تجهيزات الجهاز، بما اني بقى خلاص هجهز معاكم واظبط الدنيا. لا حبيبه قلبي مش هنسيكي ابدا، مش هنسيكي ابدا. تمام؟ فلو انت مهتمه بالفيديو كملي معايا الفيديو. اول حاجه خالص لازم تكتري منها وهي الاندرات القطن. دي مفيش مفر منها، دي اكتر حاجه انت لازم تجيبيها في الجهاز بتاعك. اوعي 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 يقول لك ايه اصل لا على قد اصل بعد كده بقى هاتي. لا هاتي وهاتي كبير وبزياده. يعني مثلا انت لو هتجيبي مثلا يعني 30 اندر مثلا الاندر او البنتي دي على حسب. هاتي مثلا حاجات اللي هي الرفيعه، مش حاجات الدلع. ما بتكلمش على الدانتيل، ما بتكلمش على الفتله، ما بتكلمش على اي حاجه خالص. امال بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن الحاجات اللي انت هتلبسيها، حاجات انت تستخدميها، حاجات انت بتخرجي بيها. تمام؟ هتجيبي مثلا حاجات اللي هي حرده بسيطه مثلا لو انت بتجيبي تريحك. شوفي انت ايه اللي بيريحك وهاتيه. واهم حاجه عندي يكون قطن صافي 100%. بعد الجواز بيحصل تغيرات كتير قوي 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 في الجسم، بيحصل كتير التهابات، بيحصل عدوى. هعمل لك فيديو طبعا ازاي لو انت حاسه في العلاقه ما بينكم او العلاقه الخاصه ما بينكم في مشكله او في حرقان، ازاي تعرفي ايه المشكله من غير حتى ما تروحي للدكتور. تمام؟ ولكن انا دلوقتي بتكلم عن الحاجات اللي انت تجيبيها. اول حاجه عندك الاندرات دي كتير جدا جدا، ولكن مثلا هم لو 30 اندر وير مثلا هتجيبي 15 مقاسك و15 اكبر من مقاسك نمره او نمرتين. ده اهم حاجه. ليه؟ ما تعرفيش بعد الجواز ايه اللي هيحصل. جسمك مثلا هيزيد شويه، هتحملي فهيبقى الحاجات تبقى مريحاكي شويه. شوفي كمان الحاجه اللي هي يعني مثلا ما بتخنقكيش، استكها مش جامد، استكها اللي هو الطري. دي كلها حاجات بتفرق جدا وحاجات حرفيا انت بتحتاجيها بعد الجواز. دي كانت اول حاجه. تاني حاجه البراهات السوفت او البراهات السبورت اللي هي ما بتبقاش واقفه قوي وفي نفس الوقت ما بتبقاش نيه قوي. طبعا معروف ان احنا في البيت ما بنلبسش خالص براهات خالص. انت يا حبيبه قلبي انت مش هتكتمي نفسك، مش هيبقى بره وجوه. انت بتسيبي البريست بتاعك براحته منطلق، يعني عارفه اللي هو متهوي بمعنى اصح. مش هينفع تكوني قدام جوزك ولابسه لي بوش اب. نعم خير ان شاء الله. في ايه؟ امال فين الحته الطريه بتاعته؟ يعني عارفه اللي هو ايه فين الملبن بتاعته؟ انت فاهماني؟ فايه اللي بيدي نفس الاحساس وبيظبط شكل البريست بتاعك اللي هي البرا اللي هي السبورت او السوفت. بتبقى طريه، بتبقى التبطينه بتاعتها خفيفه قوي 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 قوي، بتبقى حلوه، بتبقى شيك. حتى كمان الدانتيل بتاعها بيبقى حلو جدا، بيفرق معاكي جدا 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 جدا. هاتي بقى من دي حبه حلوين كده على قد ما تقدري. عايزه تجيبي مثلا 7، عايزه تجيبي 5 براحتك، بس هاتي منها كميه. تمام؟ وطبعا ده غير البراهات بتاعتك اصلا انت بتجيبيها الاساسيه اللي بره. بتجيبي مثلا تجيبي واحده نص بوش، واحده بوش، واحده مثلا ايه تفصيل اللي هي بتخلي شكل البريست حلو. ماشي؟ دي كانت تاني حاجه. تالت حاجه بقى دي مهمه جدا جدا، كاشات يا ماما. كاشات يا حبيبتي. كاش مايو ده عندك اساسك، ايدك ورجلك اقسم بالله. هتستخدميه في البيت كدلع كده. اول ما بتصحي من النوم تلبسيه حاجه صغنطوطه كده كتكوته لحد مثلا نص الفخذ او فوق الفخذ بشويه، دوك بتغطي بس منطقه الهب او منطقه اللي ورا دي. تمام؟ اللي دوبك بتغطيها حاجه كده بيضه كتكوته عليها حاجات قطقوطه. ده ماشي لو هتلبسيه الصبح مثلا. لو مثلا هتلبسيه كلانجري، في كاشات مايو بتبقى عامله زي اللانجري. ماشي؟ بتبقى مثلا فيها حركات قصات مش عارفه ايه كشكشه. ده بيبقى بيتلبس كده حاجه زي ايه زي للشو كده. ممكن كمان لو انت عايزه تستخدمي الكاشات، في كاشات برده بتتعمل بتجيبيها بتبقى انت حاسه ان هو ايه دي ادخل بيها المطبخ مثلا، دي البسها مثلا وانا داخله المطبخ، دي مش عارفه ايه. انت فاهماني؟ فدي الكاشات كتري منها على قد ما تقدري. اكتر حاجه هتبقى مريحه معاكي سهله. وغير كده كمان الراجل ما بيحبش في البيت ان طول الوقت لابسه مثلا ايه برموده، لابسه مثلا بنطلون، لابسه الحاجات دي. الراجل ما بيحبش كده جدا جدا، بيتضايق جدا جدا. فانت حاولي تنوعي ما بين الكاشات اللي بتتلبس في اول اليوم اللي هي بتاعه صباح الخير دي، الكاشات اللي هي بتتلبس مثلا لو انت هتلبسيها كلانجري، الكاشات اللي انت هتلبسيها في المطبخ دي بتبقى مهمه جدا جدا جدا. بنفس الوقت انت لابسه حاجه كتكوته قطقوطه متدلعه وبيبقى الدنيا معاكي حلوه يعني. ماشي؟ الحاجه اللي بعد كده وانت تكتري منها وانت مغمضه وما تشيليش همها خالص، البادز يا جماعه. بصوا عايزه اقول لكم ان هي ايد ورجل كل عروسه في الدنيا.
انت فجأة مرة واحدة بعد الصباحية بكام يوم ولا الشهر بعد الجواز بتلاقي البيريود جت بتبهدلك، فانت بقى مبتبقاش عندك بقى. واول فترة دي بتبقى جاية البيريود كتير جدا جدا جدا، طبعا في تغيرات كتير حصلت، فانت هتحتاجي بادز بقى. طب هتعملي ايه انت بقى دلوقتي؟ هتعملي ايه؟ وعايزه اقول لك نصيحه، احسن حاجه هي البادز اللي هي ايا كان نوعها ايه بقى، مش هنقول اسامي، ولكن احسن حاجه اللي هي البادز اصلا. يعني ما لا يقول لك بقى مش عارفه الشفاط ايه او كوب ايه ويخش في منطقه المهبل فيخش مضغوط وبعدين يتفرد جوه فيتعبى. انا بشوف ان دي كلها حاجات عدوى، مش احسن حاجه، دي من رايي الشخصي. لكن طبعا العادي والمتعارف عليه بتاعنا اللي هو البادز اللي هي العاديه اللي بتتفرد، اللي هي زي اولوز مثلا، زي صوفي، زي الحاجات دي كلها بتتحط عادي وبتتعاملي. هاتي منها كميات على قد ما تقدري، على قد خلي كده الدرج بتاع الكومودينو بتاعك ده عباره عن بادز بس. تمام. حاجه تانية كمان عايزه اقول لك عليها، كتري منها جدا جدا جدا، ودي بصي مش هتندمي عليها خالص خالص خالص. الديودرنت بتاعك حاجه كده اساسيه في دلعك اصلا، حاجه اصلا اساسيه في نظافتك الشخصيه. ممنوع منعا باتا جوزك يشمك منك ريحه وحشه اصلا، لازم يشم منك كل ريحه كويسه، ده سنه كمان. واتقالت يعني دي وصيه الرسول لينا اصلا، ان هو لازم يشم منها كل ريحه طيبه. فانتي لازم تكتري من الديودرنت على قد ما تقدري، عشان ما يجيش وقت يكون سبير مثلا عندك ما عنديش مثلا، فانتي مكسله فمش عارفه ايه. مثلا لو انتي واحد، انا عن نفسي بحب جدا في بيكس الاخضر على فكره، بيبقى حلو جدا. في ناس ما بتحبش ده، في ناس بتستخدم حاجه تانية. تمام. هعمل لكم كده زي على الانستجرام، هقول لكم كذا نوع ديودرنت حلو تجيبوه، ما بيبقعش الهدوم، بيمنع ريحه العرق، ولكن بيسيب ان انت تطلعي العرق، او ما بيسدش مسام التعرق. دي كلها حاجات هتنفعك وفي نفس الوقت بتاخدي بالك منها قوي. تمام. حاجه تانية كمان بقى، دي حاجه كده فاستكرتها من عندي دينا، مسك الطهاره. مسك الطهارة انا عايزة اقولك ان هو حرفيا لو ربطتي جوزك بريحته، بريحة السرير او اوضه النوم، جوزك هيعشق الريحة. جوزك مش هيقدر يستحمل خالص خالص ان انت تبداي مثلا تخشي الاوضه غير بالريحه دي، بيتعلق بيه جدا. سبحان الله، كل الرجاله بتتعلق بالريحه دي جدا جدا جدا، بيتعمل معاهم ارتباط نفسي شويه. فانت حاولي برده تكتري منه، مش كتير، ولكن يبقى عندك سبير. مثلا لو انت معاكي واحده بتستخدميها، خلي في 2 في الدرج او واحده على الاقل في الدرج. اخر حاجه معانا وهي المناديل. ايدينا ورجلينا المناديل، سواء في الحمام، سواء في المطبخ، في اوضه الاطفال، في اوضه النوم، بره، كل الدنيا لازم تكون مناديل. ايدك ورجلك انت ما ينفعش بتستغني عنها. طيب ايدينا المناديل غاليه او بقت غاليه او اسعارها غاليه، الناس اللي هي مثلا متجوزه والحياه معاها صعب، عايزه اقول لك ان في مناديل بالكيلو تحفه ناعمه وجميله وحلوه، سعرها كويس. كل ده يعني انت محتاجه ايه؟ بس كده حلوين. هو ده كان فيديو النهارده، رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ولا تنسوني في اللايك والشير والسبسكرايب، واقول لكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.